تعالوا نصلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نبدأ معانا الموسم الجديد بنفس اللقطة اللي انتهى بيها الموسم اللي فات. بنشوف سيونج خارج من المطار وبتجيله المكالمة دي بتبقى من شخص مجهول، اللي هو غالبا يعني بيبقى مندوب اللعبة. الشخص ده بيقول لسيونج ايه؟ على الجانب التاني هنلاقي معانا الضابط وانج. ولو مش فاكرين الضابط وانج، تعالوا افكركم مين الضابط وانج. طبعا كلنا كنا فاكرين ساعتها انه مات، لكن حاليا بنكتشف ان هو ما ماتش وان هو في المستشفى لان في حد انقذه. الاحداث اللي فاتت دي كلها كانت من سنتين. حاليا بنشوف ان هوانج شغال ضابط مرور، ولما بيخلص شغله بيروح يقعد مع واحد صاحبه وبيتكلموا سوا. من خلال كلامهم بنعرف ان هوانج في حد لقاه في الميه وانقذه، عشان كده هو لسه عايش. بنعرف بعد كده ان هوانج حكى للشرطه عن الجزيره الغريبه اللي بيحصل فيها العاب للفقراء، وطبعا اللي بيخسر احنا عارفين بيحصل له ايه، بيموت. طلب هوانج منهم ان هم يدوروا على الجزيره، وفعلا بداوا يدوروا على الجزيره بس محدش فيهم لقى حاجه. ساعتها كلهم افتكروا ان هوانج مجنون. بعد كده لما رجعوه الشغل رجعوه كظابط مرور، من الاخر يعني رتبته قلت. نعرف كمان ان هوانج ما يأس ان هو يدور على الايه، على الجزيره، لان هو بيروح لقبطان كده اسمه بارك، وبارك ده هو اللي كان انقذه. بيروحوا بقالهم سنتين بيدوروا على الجزيرة، بس لحد دلوقتي ما لقوش أي حاجة. نرجع بقى لسيونج. بنعرف إن سيونج عايش في فندق مهجور من سنتين، من ساعة ما قرر إن هو مش هيسافر أمريكا. في يوم بيسمع سيونج حد بيخبط على الباب، فبيروح بيفتح الباب، بيتفاجئ قدامه بالمدير بتاع اللعبة وهو لابس القناع المرعب بتاعه، شايل في ايده راس شخصين. الشخص الاولاني هو صاحب سيونج اللي سيونج قتله في اللعبة، الشخص التاني وهو النشال اللي كانت بتلعب مع سيونج في اللعبة. المهم ان سيونج بيترعب وفي الاخر بيفوق من النوم لان كل ده بيطلع حلم. لما بيصحى سيونج بيجيله شخص كده اسمه مستر كيم. مستر كيم ده بيبقى واحد من الناس اللي كانوا عايزين من سيونج فلوس زمان قبل ما يدخل اللعبة. بنعرف ان سيونج وقت ما رجع من اللعبة ادى لمستر كيم كل الفلوس اللي كان عايزها منه، اللي بيدخل الناس اللعبة، بحيث ان سيونج لما يقدر يوصل للمندوب هيعرف من خلاله ازاي يوصل للمسؤولين بتوع اللعبة وينتقم منهم كلهم. المفروض ان كيم ورجالته بقالهم سنتين تقريبا بيدوروا على المندوب ده، بس محدش منهم لاقيه خالص. حاليا سيونج بيزود الفلوس اللي بيديها لمستر كيم علشان يزود رجالته ويدوروا اكتر على المندوب. مش بس كده، لا كمان سيونج بيوعد كيم انه المهم يعني بيخلص سيونج مع كيم ويسيبه ويمشي. تاني يوم بيعرفهم المهمة المطلوبة، ان هم هينزلوا لمحطات المترو اللي متوزعين فيها ويبدأوا يدوروا على المندوب بتاع اللعبة. الكل أخد التعليمات بتاعته والمحطات المتوزعين فيها وبدأوا يدوروا أيام وأيام وأيام كل حاجة، لكنهم مش بيلاقوا مندوب اللعبة. لحد ما بنوصل في يوم بيبقى قاعد فيه كيم والمساعد بتاعه سيونج في المترو. فجأة بيلاقوا قدامهم المندوب وهو بيلعب مع شخص تاني في المترو وبيحاول يقنعه ان هو يدخل اللعبة. في النهاية المندوب بيدي للشخص ده الكارت بتاع الاشتراك في اللعبة ويمشي. طبعا كيم وسيوك مش بيصدقوا نفسهم وعلى طول بيكلموا سيونج ويعرف. نشوف بعد كده الشخص اللي كان واقف مع المندوب ده بيجيله اتصال من واحدة اسمها هي، لكنه مش بيرد عليها وبيفضل يفكر يا ترى اشترك في اللعبة ولا لا. في نفس الوقت بنشوف هي دي موجودة في عيادة أمراض نسا، لكن لما الشاب ده مش بيرد عليها بتحبط وبتقرر تمشي من العيادة. بيكون مع هي برضو بطاقة الاشتراك في اللعبة، بتفكر هي كمان تشترك ولا لا. مين بقى هي ومين الشخص ده أكيد هنعرف بعد كده. لكن دلوقتي بقى نكمل مع سيوك وكيم اللي فضلوا ماشيين ورا المندوب بتاع اللعبة لحد ما بيلاقوا المندوب راح لمنتزه معين كده. المنتزه ده بيكون مليان مشردين كتير. بيروح لهم المندوب لواحد واحد من المشردين دول، بيديهم اختيارين، يا اما يختاروا رغيف عيش يا اما يختاروا كارت لعبة الحظ اللي ممكن يكسبهم فلوس. بنلاقي ان كل المشردين اختاروا لعبة الحظ والكل تقريبا خسرها. بنلاقي بعد كده ان المندوب بيجيب العيش اللي الناس خسروه وما اختاروهوش، بيرميه على الارض وبيتكلم مع الناس وبيقول لهم. هو بينزل من العربيه دي 2 شرطه منهم هوانج، بس مش هوانج هو اللي بيروح لسيونج، الضابط التاني هو اللي بيروح لسيونج وبيدي لسيونج مخالفه. سيونج طبعا بياخد المخالفه عادي جدا بيسيبه يمشي. لما بيرجع الضابط التاني لهوانج بيلاقي هوانج ان صاحب المخالفه هو سيونج. ساعتها بيتجنن هوانج وبيقرر ان هو يمشي ورا سيونج لان هو ممكن يوصله للعبه. نرجع تاني لكم وسيونج اللي بيقرروا حاليا ان هم يهجموا على المندوب ويمسكوه لحد ما سيونج يجي، بس يا ريتهم ما عملوا كده. المندوب بينزل فيهم ضرب وبيديهم اللي في النصيب. بعد شويه بيفوق كيم وسيوك وبيلاقوا ان المندوب خطفهم في مكان غريب بدون اي مقدمات. المندوب بيقول لهم ان هو هيلعب معاهم لعبه الرولت الروسي. اللعبه دي باختصار ان هو بيجيب المسدس وبيحط فيه طلقه واحده بس، بعدها يضربوا على نفسهم واللي حظه وحش هتكون الطلقه من نصيبه وهيموت. يفضل ما المندوب بيلعب معاهم لحد ما بيقتل كيم.
ساعتها سيوك بيكون مرعوب جدا، فبيستغل المندوب الفرصة وبيسأله مين اللي بعته، فبيعترف له سيوك ان سيونج هو اللي بعته. ساعتها المندوب بيقرر ان هو يروح لسيونج. نرجع لسيونج بقى، بيوصل لاخر مكان كانوا فيه كيم وسيوك، مش بيلاقي حد بس بيلاقي اثار دم، بيعرف ان المندوب هو اللي اخده، بالتالي بيمشي وعايز يرجع الفندق. اول ما بيرجع الفندق بتاعه بيتفاجئ ان المندوب قدامه، بيقول له المندوب انت كنت بتدور عليا ليه؟ فسيونج بيقول له كتريقه يعني. المندوب بيقول له بس مش انا صاحب اللعبه. بيطلب منه سيونج ان هو يوصله لصاحب اللعبه بما ان هو كلب عنده مش اكتر يعني. وقتها المندوب بيتضايق من كلام سيونج وبيبدا يحكي المندوب، فبنعرف من كلامه انه من زمان جدا كان بيشتغل مع اللعبه، كان من ضمن العمال او الجنود اللي موجودين في اللعبه نفسها عشان لو حد خسر يقتلوه. بيقول المندوب ان هو في مره لقى ابوه في اللعبه وابوه خسر، فاضطر يقتل ابوه بدون اي لحظه ندم، لان اصلا المندوب شايف ان كل الفقراء اللي بيشاركوا في اللعبه احسن لهم يموتوا عادي. بيعرف المندوب ان سيونج عايز يموته، فبيقرر ان هو يلعب معاه لعبه الروليت الروسي. طلع المندوب مسدسه وبيلعب هو وسيونج اللعبه، كل شويه واحد يضرب نفسه والطلقه تطلع فاضيه. في الاخر الطلقه بتطلع في المندوب وبيموت اخيرا وبنرتاح منه، بس للاسف بيكون سيونج معرفش اي حاجه بخصوص اللعبه. على الجانب بتاع الشركه دي بتاعه كيم اللي بيجتمع فيها هو ورجالته، بيدخل هوانج مبنى الشركة وبيفضل مستخبي فيها اللي بيدور عليه سيونج، بس بعدها اختفى، وان هما لازم يعني يدوروا على الرئيس بتاعهم كيم وسيوك ويشوفوه فين حاليا. بنلاقي بقى ان هوانج عرف بالشكل ده ان سيونج بيدور على حد من اللعب، بيكون كمان عارف مكانه. فبنلاقي ان هوانج بياخد بعضه وبيروح للفندق اللي قاعد فيه سيونج. بيطلع الفندق وبيدخل بعد كده لأوضة من أوض الفندق، بيلاقي في الأوضة دي سيوك، لأن بالمناسبة المندوب كان جايب سيوك لهنا وسايبه في أوضة من الأوض مربوط. المهم يعني ان هوانج بيفك سيوك وبعد كده بيسيبه ويبدأ يدور في باقي اوض الفندق علشان يدور على سيونج. بيخش الأوضة اللي فيها سيونج وبيلاقي المندوب ميت. ساعتها هوانج بيثبت سيونج بس مش بيفوت وقت طويل، وبيجي سيوك ويضرب هوانج على دماغه فبيغمى عليه. بعد كده بيسأل سيوك هو مين بالظبط. سيوك بيرد عليه وبيعرفه ان هو المساعد بتاع كيم، وبتكون دي أول مرة أصلا يتقابل سيونج وسيوك. بعد شوية بنشوف هوانج وهو بيفوق وبيكون سيونج ربطه وبيعرفه ان هو ظابط، وان هو سبق وقابل سيونج في اللعبة لما كان عامل نفسه جندي من جنود اللعبة. بيقول له ان هو اصلا راح اللعبة قبل كده علشان يدور على اخوه ويلاقيه لكنه ما لاقيهوش. وبيعرف هوانج سيونج ان هو قابل قائد اللي هو اخو هوانج زي ما قلنا قبل كده، لكن هوانج مش بيقول لسيونج ان اخوه هو قائد اللعبة وانه بيدور على الجزيرة اللي فيها اللعب. بناء عليه لازم يدوروا سوا بحيث يوصلوا للجزيرة اسرع ويوقعوا المسؤولين بتوع اللعب. في اللحظة دي بيوافق سيونج، وسيونج بعد كده بيعرف هوانج ان هو قدر يلاقي كارت كده مع المندوب. بيوافق هوانج على الخطة وبينضم لسيونج، وبكده يكون سيونج كون فريق صغير مكون من سيونج ذات نفسه وهوانج وسيوك. بعد كده اخدهم سيونج ودخلهم من الجايزه بتاعه اللعب. بيعرفهم سيونج ان هو هيديهم الفلوس دي كلها او يقسموها عليهم بعد، فبيوافق سيوك. وتاني يوم بقى بيروح سيونج لمكان بيت مامة صاحبه اللي مات في اللعب، وبيشوف ام صديقه عايشه ومعاها الطفل الصغير. الطفل ده بقى اخو النشاله اللي ماتت قبل كده وشفناها في الموسم اللي فات. لما بيطمن سيونج عليهم بياخد بعضه وبيروح، فبيديله العنوان بتاع ام صديقه علشان ام النشاله لما تطلع من السجن تروح وتاخد ابنها. بعد كده بيروح سيونج على الفندق هم يستخدموا السلاح، وده بيفرح سيونج لانه كده هيقدر ينفذ الخطه بتاعته باحسن شكل ممكن. بعد كده بنلاقي ان سيونج بيجيب دكتور وبيخلي الدكتور ده يشيله ضرس من سنانه ويحط له مكانه جهاز تتبع. هنفهم بعد كده عمل كده ليه. تاني يوم بيروح سيونج وهوانج وسيوك مكان كده زي كازينو، وده المكان اللي المفروض ان المندوب هيقابل فيه القائد بتاعه. بنلاقي بعد كده ان الكازينو ده فيه حفلة تنكرية. بيعرف سيونج ان القائد اختار المكان ده علشان يقدر يجي لابس القناع بتاعه عادي محدش يعرف هويته. المهم ان سيونج وسيوك دخلوا للكازينو علشان يدوروا على القائد، وبيسيب مين بره؟ بيسيب هوانج بره. مش بيفوت وقت طويل وبعد كده بيلاقي هوانج ان في 2 لابسين لبس الجنود بتاع اللعبة وداخلين الكازينو، فبسرعة بيدخل وراهم عشان يشوفهم. واحد من ال2 دول بيروح لسيوك وبيكهربه فبيغمى عليه، اما التاني بيروح لسيونج وبيطلب منه ان هو يجي معاه، فسيونج بيروح معاه. فالجندي بياخده لعربية ليموزين فخمة جدا، بيركب سيونج مع العربية
بس ما بيكونش قادر يشوف مين السواق. لكن بيلاقي في العربية زي ميكروفون كده، وبيتكلم القائد مع سيونج من خلال الميكروفون ده، وبيطلب منه القائد ان هو ينسى اللعبة خالص ويعيش حياته بالفلوس اللي يكسبها من اللعبة. في نفس الوقت بنشوف ان هوانج والرجاله اللي جابوا للقائد ورجالته ويشتبكوا معاهم، لكن فجأة بيظهر لهم جندي من جنود اللعب وبيضرب على هوانج وبتاعتهم بتتعطل، ومش بيقدروا ان هم يكملوا ورا سيونج مكان الجزيرة من جهاز التتبع اللي هو حاطط في الدرس بتاعه. المهم فعلا القائد بيوافق ان سيونج يدخل اللعبة من تاني. فجأة بينتشر غاز مخدر في العربية وبيتخض سيونج وبينام. بنشوف اصلا ان القائد كان راكب العربية من البداية، ولكن كان في فاصل بينه وبين سيونج فما قدرش سيونج ان هو يشوفه. عامة بعد كده بنروح على الجانب التاني، بنشوف بنت كانج دي بتروح للسمسار اللي كان سيونج قبله قبل كده، وبتطلب كانج من السمسار ان هو يدور على بنتها في كوريا الشمالية. بعد كده بنشوف ان كانج شغلها بيكون عبارة عن ان هي بتروح اعياد الميلاد، ان هي تلبس لبس وبتلعب مع الاطفال. المهم ان كانج بتكون حياتها وحشة جدا وحياتها النفسية اوحش، بالتالي بتجيب كارت من كروت اللعبة وبتتصل وبتطلب تشارك بعدها. بنشوف ان كانج بتروح لمكان كده في حاويات لعبة بس كواحدة من الجنود، مش اكتر من كده، ولسه الصراحة ما نعرفش كانج دي وراها ايه. تاني يوم بيصحى سيونج في القاعة بتاعة اللعبة اللي صحى فيها أول موسم خالص، وبعد كده بيلاقي سيونج نفسه إن هو اللاعب رقم 456، يعني آخر لاعب في اللعبة زي برضو المرة الأولانية. بعد كده بيدخل مجموعة من الجنود اللي هم بتوع اللعبة، والقائد بتاعهم بيبدأ يتكلم مع الكل وبيعرفهم الشروط اللي هي بتكون نفس الشروط اللي شفناها في الموسم الأول، وان هي اللاعب مادام دخل اللعبة يبقى لازم يستمر فيها، وان اللاعب ما ينفعش ينسحب من اي لعبة. وبيعرفهم ان هم لو عايزين يوقفوا اللعبة يبقى الموضوع يبقى باغلبية التصويت. وبيعرفهم القائد ان دي حاجة جديدة، ان هي هتتعمل بعد كل لعبة هيحصل تصويت لو عايزين يكملوا او يوقفوا اللعبة. ساعتها بقى بدأ مجموعة من اللاعبين يعترضوا، وهنا هنتعرف على مجموعة من اللاعبين زي اللاعب رقم 333 واللي اسمه ميونج. ميونج ده بنعرف ان هو كان يوتيوبر مشهور في كوريا، لكنه من فترة قال للجمهور بتاعه على منصة تداول عملة كده، والناس خسروا فلوسهم فيها وهو نفسه خسر فلوسه واتداين كتير، علشان كده اضطر يجي للعبة علشان يكسب فلوس ويعوض اللي هو خسره. بنتعرف كمان على اللاعب رقم 230 واللي بيبقى اسمه سو. المفروض ان هو كان مغني راب مشهور زمان، لكنه مش ورا ميونج واستثمر فلوسه في التداول وخسرها كلها، ده غير انه مدمن ومجنون شوية. كمان هنتعرف على كل اللاعبين حاليا بدأوا يملوا العقود بتوع اللعبة وبيتصوروا زي ما حصل الموسم اللي فات. بالصدفة بيقابل سيونج واحد صاحبه اسمه باي، بيتفاجئ سيونج ان باي موجود معاه في اللعبة ويخاف عليه لان اللعبة زي ما احنا عارفين ايه خطيرة، وبيطلب منه ان هو يفضل جنبه. بعد كده بيروح اللاعبين علشان يبدأوا اللعبة الأولى اللي هي بتكون عبارة عن لعبة إشارة حمراء إشارة خضراء. واللعبة دي احنا شفناها الموسم اللي فات ان هو بيكون فيه زي عروسة كبيرة كده بتلف وشها. المفروض ان في اللحظة اللي هي بتلف وشها كل اللعيبة يجوا لخط النهاية، مرة واحدة العروسة بتلف تاني وبتقول إشارة حمراء إشارة خضراء. اللحظة دي بقى أجهزة الاستشعار الموجودة في العين بتاعة العروسة بتشتغل، ولو لمحت أي حد بيتحرك بيتضرب بالنار وبيموت. المهم ان سيونج اول ما بدأت اللعبة بيكتشف ان الدرس اللي كان مركب في جهاز التتبع اتشال. طبعا بيعرف هنا ان هم اكتشفوه وشالوا منه الدرس لما اغمى عليه. في كل الاحوال بيترعب سيوك ان هو كده عارف ان مفيش حد هيجي يلحقه. سيونج بيترعب من فكرة ان هو ممكن يموت وكل الناس اللي معاه ممكن يموتوا. بيبدأ سيونج يتكلم مع كل اللاعبين وبيعرفهم ان هم لازم يلتزموا بالتعليمات بتاعته والا كلهم هيموتوا، بس محدش بيكون مصدقه. بعد شوية بنلاقي بنت كده كانت مع سو بتتقتل. هنا كل الناس بتترعب وبيبدأوا يجروا، وبعد كده لقينا الجنود كله بدأ يضرب النار، الناس بدأت تموت. بنشوف ان كانج اللي انا كنت قايله لكم عليها في الاول زيها من الجنود اللي بيكونوا قاعدين في مكان كده مش مكشوف وبيتقال لهم ارقام الناس اللي اتحركت عشان يبداوا يضربوا عليهم. بيجي الكانج ان هي تضرب اللاعب رقم 246. بتكون كانج عارفاه كويس لانه بيبقى ابو بنت صغيره كانج كانت بتلعب معاها، كانت بتحب البت دي جدا لان هي كانت مريضه فتعاطفت معاه ومش بتقتله رغم ان هو اتحرك. بعد حالة الفزع اللي حصلت دي بدأ الكل يسمع كلام سيونج وبيبدأوا يتحرك بيهم ناحية خط النهاية. بيكونوا فعلا كل ملتزمين بقواعد سيونج ما عدا سون، وده بقى بيبقى مجنون لانه اخد برشام مش تمام. بنلاحظ بعد كده ان هو بدأ يزق الناس اللي موجودة علشان تقع ويتقتلوا.
بعد كده سيونج بدأ يدي التعليمات للناس، وبقية اللعيبة بدأوا يمشوا ورا كلام سيونج، وبالفعل وصل عدد كبير منهم لخط النهاية. قبل نهاية اللعبة بيلاحظ سيونج واحد مصاب في الساحة بتاعة اللعبة. بيروح سيونج وكم واحد من اللعيبة عشان ينقذوه، بس وهما بينقذوه كانج ضربت عليه، لأنه للأسف كان لازم يموت نتيجة إن هو اتحرك خلال اللعبة. بعد ما بيخلصوا اللعبة الأولى بيرجعوا للقاعة اللي هما بيقعدوا فيها. الجنود بيخشوا عليهم وبيعرفوهم إن اللي خسر في اللعبة الأولانية هو 91 لاعب فقط، وإن كده الفلوس بتاعتهم هي 9 مليون. عرفهم الجنود إن في نهاية اللعبة لو كملت للآخر الجايزة هتبقى 456 مليار. طبعا الكل بيتصدم من الرقم ده. بعدها الجنود بيعملوا تصويت على هيوقفوا اللعبة ولا هيكملوا. بيفضل سيونج يطلب من الكل إنهم ما يكملوش اللعبة، ولما بيلاقي سيونج ان الاغلب عايز يكمل اللعبه بيفقد اعصابه. بيقول لهم ان هو شارك في اللعبه دي قبل كده من 3 سنين، وان هو الوحيد اللي كسب وكل اللي شاركوا معاه ماتوا. ساعتها بيبدا بعض اللعيبه يقتنعوا بكلام سيونج ويختاروا ان هم يوقفوا اللعبه، وفي ناس بيكونوا عكسه زي رجل الاعمال الرقميه اللي اسمه دي، وغيره كتير من اللاعبين اللي كانوا عايزين يكملوا اللعبه. في نهايه التصويت الاصوات اتعدلت، وبيكون ناقص بس صوت اللاعب رقم واحد عشان يشوفوا هيكملوا ولا لا. بيجي بقى رقم واحد وبيختار ان هما يكملوا، فبكده غصب عن الكل هيكملوا اللعبة. بنشوف ان رقم واحد ده هو في الحقيقة هو القائد بتاع اللعبة، هو اللي طبعا شارك في الالعاب دي عشان يضمن ان سيونج مش هيكسبها. بنشوف بعد كده ان هوانج وسيوك واللي معاهم بيروحوا للقبطان بارك وبيخليه يمشي بالسفينة بتاعته علشان يدوروا على الجزيرة اللي فيها اللعبة. لما بيوصلوا للجزيرة اللي جاي منها الإشارة اللي كانت محطوطة في الدرس بتاع سيونج، بيلاقوا جهاز التتبع مرمي، وبيعرفوا ان اللعبة شالوا له الجهاز، وبيعرفوا كده ان هما مش هيقدروا يوصلوا للمكان بتاع سيونج. طبعا الموضوع احبطهم كلهم، ولكن هم قرروا ان هم مش هيستسلموا وان هم هيدوروا على سيونج. في الوقت ده بنلاقي ان هوانج رجع للاسم بتاع الشرطة اللي بيخدم فيه، وبيحاول يتكلم مع الرؤساء بتوعه علشان يروحوا يدوروا معاه على الجزيرة، بس الرؤساء بتوعه بيشوفوا ان هو مجنون وبيترفض من شغله نهائي. نرجع بعد كده بنلاحظ ان سيوك قاعد مع بارك، وبارك عمال بيسأله هو ليه بيدوروا على الجزيرة، وبنبدأ كده نشك ان بارك عاوز يوقع سيوك في الكلام وعاوز يعرف معلومات زيادة. لسه ما نعرفش بصراحة هو بيعمل كده ليه. بنرجع بقى للعبة وبنلاقي ان سيونج قاعد مع باي، وبيكونوا حاليا بياكلوا الوجبة اللي اتوزعت عليهم، بس سيونج بيكون متضايق ومش طايق حد من ساعة ما الأغلبية قرروا ان هما ما يوقفوش اللعبة. سيونج بيقول لباي ان هما كده هيموتوا. بيجيله القائد بتاع اللعبة او اللي هو يعني احنا عارفينه برقم واحد زي ما الكل فاكره، بيتكلم مع سيونج وبيقول له لو انت مش عايزنا نموت ساعدنا، بما انك لعبت الالعاب دي قبل كده تقدر تقول لنا اللعبة الجاية واحنا هناخد بالنا ومش هنموت. دي الطريقة الوحيدة اللي نضمن بيها ان الاغلب يبقى عايش. في الوقت ده بيجي لهم شهاب اسمه دو، وبيعرف دو نفسه ان هو كان ضابط قبل كده في البحريه، وان هو عايز ينضم ليهم، وعاوز سيونج يقول له اللعبه الجايه. في الفترة دي سيونج بيبدأ يعرف الكل ان اللعبة الجاية بتبقى عبارة عن لعبة الاشكال. هي باختصار ان هما بيدخلوا للساحة وكل واحد بيختار شكل، يا اما دايرة يا اما شمسية يا اما مثلث يا اما مربع. كل واحد بياخد قرص عسل بالرسمة اللي هو اختارها. المفروض ان هو يطلع الرسمة من قرص العسل من غير ما الرسمة تتكسر، واللي الرسمة بتاعته تتكسر بيموت. بينصحهم بقى سيونج ان هم يختاروا المثلث لان هو اسهل شكل فيهم. بيفرح كل اللاعبين وبيشكروا سيونج لان هم خلاص عرفوا اللعبة الجاية. بعد كده بنشوف الاخ ميونج قاعد بياكل في حاله، اللي هو اليوتيوبر اللي انا كنت قلت لكم عليه في الاول. بيروح له سو وواحد تاني اسمه جو، الاتنين دول بيكونوا خسروا كل فلوسهم في تداول العملة اللي ميونج كان بيروج لها، بالتالي بيتخانقوا معاه وبيضربوه. بس هو اللي هو رقم واحد مش بيعجبه الكلام ده وبيتدخل ويمسك سو وجيو بيفضل يضرب فيهم بمنتهى القوة. الكل طبعا بيبقى منبهر من القوة ومحدش بيعرف ايه سببها، ومحدش طبعا بيعرف ان هو قائد بتاع اللعبة. في نفس اليوم ده بالليل بيروح هو لسيونج وبيفضل يتكلم معاه ويحكي له قصة كده عن مراته المريضة اللي دخل هنا مخصوص عشان يجيب فلوس ويقدر يعالجها. طبعا سيونج بيصدقه وبيتعاطف معاه كمان. بعد كل ده بنشوف ان الجنود بتوع اللعبة حاليا مع دكتور كده. الدكتور ده بيطلع الاعضاء السليمة من اجسام اللعيبة اللي ماتت. معرفش الصراحة الدكتور ده بيعمل الموضوع ده بالتفاهم مع قائد اللعبة اللي هو رقم واحد ولا بيتعمل من وراه. المهم بنشوف ان حاليا الجنود بتلاقي ان في شخص مضروب مرتين، طلقة في رجله وطلقة في دماغه، فبيستدعي مساعد القائد كانج لان هي اللي ضربت الشخص ده طلقتين. بيتكلموا بقى الاتنين سوا، فبنعرف من كلامهم ان المساعد بيكون عاوز ناس مش ميتين نهائيا عشان يطلع من اجسامهم الاعضاء السليمة ويبيعها. المفروض ان كانج تعرف كده كويس، بس مع ذلك اصرت تقتل الشخص ده. بيقول لها المساعد ان هو ما كانش متوقع منها ان هي تخالف الاوامر بتاعته، خصوصا ان هو انقذها بعد ما هربت من كوريا الشماليه لما قتلت كتيبه جنود كامله من الكوريين الشماليين. كانج مش بتهتم الكلام مساعد القائد وبتبلغه ان هي كانت بتعمل شغلها مش اكتر.
تاني يوم بتكون اللعبة الجديدة، بيدخل سيونج والكل لساحة الألعاب. بيكتشف سيونج إن اللعبة مش لعبة الأشكال، وإن اللعبة اتغيرت بلعبة تانية جماعية. وفي نفس الوقت بيطلب إدارة اللعبة من كل الموجودين إن هم يقسموا نفسهم لفرق، كل فريق مكون من 5 لعيبة. بنشوف بعد كده إن كل اللعيبة بيقلبوا على سيونج، وبيكون لاعب رقم 100 أكتر واحد بيرخم على سيونج وبيفضل يتخانق معاه علشان هو ما يعرفش اللعبة. في الوقت ده بيتدخل هو اللي هو رقم 1، وبيوقف اللاعب رقم 100، وبياخد اللاعب رقم 100 اللي هو داي بعده وبيمشي. وبيكون هو وسيونج وباي ودو فرقة، بيكون ناقصهم لاعب، فبيروح دو يدور على اللاعب الخامس. في نفس الوقت ده بنشوف بنت كده اسمها هي بتدور على فريق ليها، وهي لو مش فاكرين نفس البنت اللي قلت لكم في اول المسلسل خالص ان هي كانت عند دكتور النساء، وقررت ان هي هتيجي اللعبه. وبنشوف ميونج وهو بيروح لهي وبيتكلموا سوا، فبنعرف من كلامهم ان ميونج وهي متجوزين وان هي حامل. لكن ميونج تخلى عنها، والمفروض ان هي كانت هتجهض الطفل بس مرضتش تعمل كده. بنشوف بعد كده ان سو وجيو ومعاهم واحد تالت بيروحوا لبنت وولد وبينضموا ليهم. اما بقى سيك وامه العجوزه فمش بيلاقوا غير فريق مكون من 3 بنات، منهم بنت اسمها تشو، وست كده اسمها الشمان، والشمان دي على فكرة لقب دين عندهم، وبنت تانية كده صغيرة اسمها من. بنلاقي بعد كده ان الكل خلاص كونوا فريق، وإدارة اللعبة بدأت تشرح لهم اللعبة الجديدة. اللعبة الجديدة باختصار ان كل أعضاء الفريق رجلهم هتتربط مع بعض، وكل واحد في الفريق هيلعب لعبة صغيرة. أول لعبة معانا وهي لعبة الدكشي، دي بتبقى عبارة عن لعبة بيكون فيها مكعبين، اللاعب بيبقى معاه مكعب وفي مكعب تاني على الأرض. المفروض ان اللاعب بيحدف المكعب اللي في ايده يجيبه في المكعب اللي على الأرض عشان يقلبه، بالشكل ده بيكسب. اللعبة التانية هي لعبة الحجر، اللعبة دي بتكون عبارة عن ان في حجر بيتحط على الأرض في مكان معين، اللاعب بيكون معاه حجر تاني بيحدفه على الحجر الأولاني وبيوقعه. اللعبة التالتة بتبقى عبارة عن لعبة بناتي شوية، وهي لعبة ال5 طوبات، ودي لعبة بناتي شوية بتكون عبارة عن اللاعب بيكون في ايده 5 طوبات، المفروض ان هو يحدفها في الجو وبعدين يمسكهم بايده. لعبة كمان اللي هي لعبة النحلة، اللعبة دي بتبقى عبارة عن ان في نحلة بيتلف عليها خيط، المفروض ان اللاعب بيفضل يلف الخيط ده وبعدين بيرمي النحلة والنحلة تفضل تلف. اخر لعبة معانا بتبقى عبارة عن ان هما بيدوا اللاعب حاجة زي كورة كده، بيفضل اللاعب ينططها 5 مرات بدون ما تقع على الارض. بنبدأ نشوف بقى فريق وهو بيلعب لحد ما بنوصل للفريق بتاع مين؟ سيونج. يكون فريق سيونج هو آخر فريق والفريق اللي قصاده. يبدأ فريق سيونج اللعب، أول لعبة اللي هي الدكشي دي بتلعبها هي، وبتقدر إن هي تفوز من أول مرة. تاني لعبة ولعبة الحجر، وده اللي بيلعبها باي، وبرضه بيقدر يفوز من أول مرة. بعد كده بيدخل دو لعبة ال5 طوبات وبيقدر إن هو يفوز. بعد كده بيكون دور هو في لعبة النحلة أو الدبور، أول كام مرة بيفضل يخسر وفي الآخر بيكسب. كده بيجي دور سيونج وهو آخر واحد، هو اللي هيلعب لعبة الكورة. قدر ان هو ينطط الكورة 4 مرات، بس الكورة كانت هتقع على الارض. ساعتها هو بيساعد سيونج وبيتحرك ناحية الكورة، فبتلمس الكورة رجل سيونج وبيقدر ان هما يفوزوا يرجعوا تاني للقاعة بتاعتهم. بنشوف بعد كده ان كانج وهي داخلة الأوضة بتاعتها في 2 من الجنود بتوع اللعبة بيروحوا يهددوها ان هي ما تتدخلش في شغلهم تاني، اللي هي تجارة الأعضاء. فبتوافق كانج على كلامهم وبيسيبوها بيمشوا. بنرجع بعد كده للقاعة اللي بيبقى فيها اللاعبين، ومجموعة من الجنود بتخش لهم وبيعرفوهم ان تم اقصاء 110 لاعب في اخر لعبة، وان كده مجمل الجوائز هتتوزع على اللعيبة الباقيين، هيكون نصيب كل لاعب تقريبا بتاع 78 مليون والنكوري. ساعتها بيقول لهم الجنود ان هم يبداوا التصويت، هل يكملوا في اللعبة ولا ينهوا اللعبة. بيبدا التصويت واغلب الموجودين بيصوتوا ان هم يقرروا ان هم يكملوا في اللعبة. ده طبعا بيضايق سيونج جدا، بس ما بيكونش في ايده اي حاجة يعملها. بعد كده بيحذر سيونج اللي معاه وبيقول لهم ان ممكن بقيه اللعيبه يحاولوا يقتلوا بعض بالليل علشان يزودوا فلوسهم زي ما حصل مع سيونج قبل كده. بيطلب منهم سيونج ان هم يعملوا حواجز ويناموا تحت السراير علشان لو حصل اي حاجه، وبتعدي الليله على خير. بيجي تاني يوم وبيخرج اللعيبه كلهم لساحه الالعاب، وبنسمع التعليمات الجديده بتاعه اللعبه اللي هي باختصار ان هيكون في قرص دوار كبير الكل اللعيبه هيقفوا عليه. القرص ده هيدور بيهم وهيسمعوا رقم معين، الرقم ده المفروض ان اللعيبه هيكونوا فريق مكون من الرقم ده ويخشوا بعد كده للاوض. هنروح بعد كده لهوانج وهنعرف ان هو جاب سفينه تانية علشان يبقى معاه سفينتين ويدوروا في مساحه اكبر. بدأوا يدوروا في المناطق اللي حواليهم والجزر اللي حواليهم لحد ما وصلوا لجزيره معينه، فقرروا ان هم هينزلوا يدوروا عليها، يمكن تطلع دي الجزيره اللي بيحصل عليها الالعاب. للاسف لما دخلوا الجزيره طلع عليها لغم بيتفجر وبيقتل واحد منهم والتاني بيتصاب، فبيرجعوا على طول للسفينه. بيبقى قدامهم احتمالين، يا اما اللعبه بتراقبهم وعارفين تحركاتهم، يا اما بينهم خاين، بس محدش فيهم بيكون مقتنع بفكره الخاين.
بس بيكونوا بيرجحوا اكتر ان اللعبه بترصدهم. بنرجع بقى لسيونج وبنشوف ان كل اللعيبه لسه مستمرين في لعبه القرص الدوار، وان اللي دخل الاوض لو اكبر من العدد المطلوب كلهم بيتقتلوا، ولو اقل من العدد المطلوب كلهم بيتقتلوا، واللي بيفضل بره من غير ما يخش اوض برضه بيتقتل. فاول مره بيطلب منهم ان هم يكونوا فريق من 10 اشخاص، بيكونوا سيونج وهو ودو وباي، وهي بتنضم لسيك وتشو والشمانه، وبيدخلوا اوضه. بعد كده بيعدي التحدي على خير، وبتفضل الارقام تقل 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 لحد ما بتوصل لاتنين. في اخر مره واللي هو مطلوب منهم ان هو يكونوا فريق من شخصين، بيروحوا للأوضة اللي هو اللاعب رقم واحد وبيخرج منها واحد، وبيدخل هو الأوضة دي هو وباي، وبيلاقي فيها واحد، فبيطلب منه ان هو يخرج، لكن الشخص ده ما بيقدرش يخرج. فبنلاقي ان هو بدأ يخنق في الشخص ده لحد ما يموت، وبتعدي اللعبة على خير. بنلاقي بعد كده ان الجنود بيخشوا القاعة اللي موجود فيها اللاعبين، وبيقولوا لهم ان هم دلوقتي 100 شخص بالظبط، وان الجايزة حاليا 300 مليون ون لكل شخص. فبيبدأوا ان هم يعملوا التصويت بين ان هم يوقفوا اللعبة وينهوا على كده، وبين ان هم يكملوا اللعبة، والتصويت بيطلع متساوي 50 قصاد 50. فالجنود بيقولوا لهم ان هم هيرجعوا تاني يوم علشان يعملوا التصويت. بعد كده بيلاقي سيونج في الاكياس بتوع الاكل اللي هي اتوزعت عليهم بيلاقي شوك، فبيعرف سيونج ان هم عملوا كده عشان يتخانقوا بالليل ويقتلوا بعض فاللعبه تستمر. وبالفعل اللي سيونج كان خايف منه حصل، وحصلت خناقه في الحمام وبداوا يقتلوا في بعض. بنشوف بعد كده ان سو وميونج بيكونوا بيتخانقوا، وسو بيوقع ميونج وبيفضل يخنق فيه، فبيطلع ميونج شوكة وبيطعن بيها سو في رقبته وبيموته، وبنرتاح من شره. كل بعد كده فضل يقتل في بعضه لحد ما الجنود اتدخلوا وسيطروا على الوضع ورجعوا الكل للنوم تاني. حتى لما بيدخلوا بيكتشف اللي كانوا موجودين في القاعة بتاعة النوم ان حصلت خناقة بين الفريقين، الفريق اللي كان عايز اللعبة تنتهي والفريق اللي كان عايز اللعبة تكمل. بيبدأ كل فريق يعد اللي كانوا موجودين من الفريق بتاعه، فبنكتشف ان الفريق اللي كان عايز اللعبة تنتهي مات منهم 2، والفريق التاني اللي كان عايز اللعبة تكمل مات منهم 3. فالفريق اللي كان عايز اللعبة تنتهي بيبدأ يفرح، بس سيونج بيكون له رأي تاني، وبيشوف ان الفريق اللي كان عايز اللعبة تكمل هيبدأ ان هو يحاول يخلص عليهم بالليل. فبيقترح حد من الناس اللي كانوا عايزين اللعبة تنتهي ان هم يكونوا مستعدين لهم، بس سيونج بيقول لهم ان مشكلتهم مش مع الناس اللي عايزين اللعبة تكمل، لا انما مشكلتهم مع الناس بتوع إدارة اللعبة، واولهم راس الافعى اللي هو بيني وبينك كده احنا عارفين ان هو مين، ان هو اللاعب رقم واحد. بيوافق الكل على الخطة بتاعة سيونج بمفاهيم رقم واحد، وبتبدأ الأنوار تتقفل علشان وقت النوم. بس الفريق اللي كان عايز اللعبة تكمل ما نامش، وبدأ يهجموا على الفريق اللي كان عايز اللعبة تنتهي. وبنشوف ان سيونج والفريق بتاعه كانوا مستعدين للموضوع ونايمين تحت سراير مش عليها. بعد وقت مش طويل الأنوار بتفتح وبيخش الجنود بحيث يشوفوا الناس اللي ماتوا، وبيكون سيونج وهو عاملين نفسهم أموات، ومرة واحدة بيهجم سيونج وهو واللي كانوا معاهم على الجنود وبياخدوا أسلحتهم، وهي دي أصلا الخطة بتاعت سيونج. بيهجموا بعد كده على الجنود وبياخدوا أسلحتهم وبيضربوا عليهم نار، وهكذا لحد ما جزء كبير من الجنود ماتوا والباقي قرر ان هو ينسحب، ما عدا جندي واحد ما قدرش ان هو ينسحب. بعد كده سيونج بيقول اللي كانوا موجودين كلهم ان هم يجمعوا الاسلحه اللي وقعت من الجنود اللي ماتوا. بيتكلم سيونج مع الناس اللي كانت عايزه اللعبه تقف والناس اللي كانوا عايزين يكملوا اللعبه، وبيعرفهم ان هو مش عايز يقتل منهم اي حد لان هو عايز يتخلص من اداره اللعبه، وان مشكلته مش معاهم خالص. بيبدا بعد كده يطلب من كل الموجودين ان كل اللي يعرف يستخدم سلاح يستخدمه ويروح معاه، وبينضم لسيونج ناس كتيرة وبيبدأوا ان هم ياخدوا الأسلحة. بيبدأ سيونج بعد كده ان هو يجبر الجندي يخرجه من القاعة، وبيطلب منه ان هو يوديه عند الأوضة بتاعة القائد. أول ما بيطلع سيونج واللي معاه بيطلع عليهم جنود، وبتدور معركة بين سيونج والجنود بتوع اللعبة، وبيموت الجندي اللي كان مع سيونج. بعد كده بيطلب سيونج من صاحبه اللي هو باي ان هو يروحوا يدوروا مع بعض على مدخل الإدارة. بيسيب سيونج الكل حاليا زي هو وتشو ودو واللاعب رقم 246 بيتعاركوا مع الجنود بتوع اللعبة. وأول ما بيقرب سيونج وصاحبه من المبنى بتاع الإدارة بيطلع عليهم جنود وبيبدأوا يضربوا على بعض نار. نرجع بعد كده للمكان اللي فيه هو وبقية الناس اللي كانوا مع سيونج، بنلاقي ان هما قربت تخلص منهم الذخيرة، وبنلاقي ان هو بيطلب من 2 يروحوا يساعدوه علشان يساعد سيونج، وفعلا بيوافقوا وبيروحوا معاه. اما تشو بتلاقي
نفسها هي واللي معاها بيخسروا لان الذخيره بتخلص منهم، فبتطلب من دو يروح يدور على الذخيره، وفعلا دو بيروح يدور على الذخيره وبيلاقيها، لكن دو بيتصاب بحاله نفسيه غريبه وبيرجع للقاعه ومش بيروح لتشو. تشو في الوقت ده بتدي الذخيره اللي معاها للناس اللي كانوا معاها، وبترجع تشوف دو اتاخر ليه. فاول ما بتخش القاعه بتلاقي دو موجود في اخر القاعه ومعاه الذخيره، فبتيجي تاخد منه الذخيره علشان ترجع للمعركه، لكنها بتلاقي الجنود جم للقاعه وكتير جدا. تقف معاها ام سيك وبتطلب منها ان هي تسيب السلاح عشان محدش يقتلها، فبتوافق تشو وبتسيب السلاح. اما بالنسبه للاعب رقم 246 والكام واحد اللي كانوا معاه مستنيين دلوقتي الذخيره من تشو، لكن بتخلص منهم الذخيره وبالتالي بيروح لهم الجنود، وفي منهم اللي بيقتل نفسه وفي منهم اللي الجنود قتلته. اما بالنسبه عند سيونج وباي بيكون الجنود دلوقتي معاهم والقائد هو كمان والمساعد بتاعه، بس بيكون لابس القناع فمحدش بيعرفه. بيتكلم القائد دلوقتي مع سيونج وبيقول له عشان تلعب دور البطل لازم يكون ليه عواقب، وبدون اي مقدمات بيقتل باي. وبينهار ساعتها سيونج وما بيكونش مصدق نفسه، وبكده يكون القائد قمع التمرد بتاع سيونج. ودي كانت النهايه الغير متوقعه للموسم ده، اللي بصراحه ما عجبنيش قد الموسم اللي فات. لسه ما نعرفش بارك ده هيعمل ايه مع هوانج، وهل هوانج هيكتشف اصلا ان هو خاين ولا لا. طيب وسيونج هيحصل في ايه مع القائد؟ هل اصلا هيطلع نهايته الموت ولا هيكمل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الموسم اللي جاي ان شاء الله. سلام.